ويكافئ المزيد والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وآله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، درس ما يرو تفسير كشاف سورة تبت سورة حتى داوية سورة إن شاء الله خدا ميسر بك أو خدا بقدينه إن شاء أو الله. يا أولياء ببيجنم دبين يا رب بكلام خوي قديم قرآن تبوي پیغمبركم محمد عليه الصلاة والسلام في قرآن الشادنية جيرا بأسماء خوي حسنى بصفات خوي عليا دل مديشي لسر مظلوم وأهل فلسطين تياردم مظلوم وأهل فلسطين بك يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة تبت مكية لمكة مكرمة نازل بها وهي 5 آيات 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت خسار كريا ضرار كريا هلاك بيه يدا هر دو دست أبي لهبين هر دو دست أبو لهب ضرار كرنا çünkü avan desta rahiştiye kefir kud bavece bibal Peygamber aleyhissalatu vesselam ra kefir bilin ki ku bave Peygamber halkı alem ev deste kefir bave Peygamber ev desta zarar kiriye ev hilak biye ve tebbe ev zarar kiriye yani nefsayı bixuj zarar kiriye çünkü iman ebuvi Peygamberinan ye o deriyayı Peygamberidan neçye neyartiye pera kiriye hatta zaruki ve candi bimne beqize Peygamber bi zaruki xo avan keşkaşi berdaya ma agna anhu maluhu ve ma keseb وی زنگین نکریه وی خلاص نکریه از عذاب خدا مالی وی و ما کسبه و تشکو کسب کریه کسبه وی خلاص نکریه مالی وی کسبه وی و عذاب خدا خلاص نکریه وی ضرار خلاص نکریه زیان خلاص نکریه سیاسلا نارن ابو لهب تکه و آگرکی ذات لهبين أو أجر خديه بيتي جرشة وامرأته وبيرك أبو لهب جوتك وأجر شمكي أوي جنياتيه ببيغمبر خدا عليه الصلاة والسلام را تمام سيدا مقواي بينا وامرأته بيرك ويجي كحمالة الحطب ويجي بحل دقيرتن إزنجي بالدريق ودافت ريا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بالشفي أوجي أو زراكي أوجي داخل جهنم أو يا بانك دكر سيخو إزنجا دا پشتاخو دريا دا پشتاخو تاني دافت ريا رسول خودي إجا عين الجوري جزائي وي فعلاوية كوكرية خود تعالى جي في جيديا دستي ودا حبل بنكي من مسد بنكي لهبدو لفاندي جاجر دا قيامت دا چمكي بنوي لهبدو لفاندي جاجر هريا بس ويا برسا دوا إجا في بنيجي لهبدو لفاندي چشیت عذاب و ودسی ودابه یا رب ساناوته تبت التباب الهلاك دمت تبت يدا يعني هلاك شو هلاك ومنه كتبب معنى هلكية قولهم أشابة أم تابة أو يا gence veya haliketün hilaki de yani kudara hilaki yani güçlü kuvvetliye şabbeye veyahut halikeye minel heremi ihtiyari ve tacizi acizi ava hilaki والمعنى معنى آية كريمة أبا هلكت يداه her du deste Ebu Leheb çiye hilaki.
كما دستوي شيلاكي لأنه أبو لهب فيما يروى دوي ما يكتر روايات كرني أخذ حجرا رهشتي كذلكي ليرمي به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جبوك كبري خبابي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وتب وهلك كل صادج دست كذراكي يا دست شويلاكي أو تبي شويلاكي چمكي إيمان بوي پیغمبري نانيه لأمر خدر القرشي دركتيه أو جعلت يداه هالكتين والمراد هلاك جملته ياخد تبت يدا أبي لهب دستوي شهيلاكي مراد أو شهيلاكي تمام وي شهيلاكي يعني كو ذكرى جزئية مراد في كل عمل جبوكو بالدست كرني جبوكو وي بالدست راشتيا كفركو داك پیغمبر عليه الصلاة والسلام عندي او دست بو گنهکار تعبیر به دست دایه اما نساوید شهیلاکی ایجاب که تعبیر به جزئی اجبر کلی و هیده بله که قولی تعالی بما قدمت یداک بما قدمت یداک yani çündün evik fiili kirin به سبب ویمای که دسته وی işi pejde kiriye şiyandiye وأوها كريه تبوي مستحق ذي هواي ومعنى وتبا وكان ذلك وحصل وكان ذلك يعني أذ خسار أذ هلاك بيا وحصل بالفعل حاصل بيا يعني كأببه يعني كأببه چمكي تعبير خدا بماضي جبو تحقيق وقوعية تحقيق وقوعية وكي واقعي وكي كبوبة عندي خالق عالم تعبير بماضي لدي وحصل كقولي وكي قول الشاعر قلت جذاني جزاه الله شر جذائه جذاء الكلاب العاويات وقد فعل وإن امرأ ضنت يداه على امرئ بنيل يد من غيره لا بخيل جزاني جزاه الله خدا منجي ويجي مكافات كريه جزاه الله شر جزائي بجزائي يعني جزاني الله خيرا جزاه الله شر جزائي بجزائي النباش جزاء الكلاب العاويات وكي جزاء وان كلاب كدعوتن خلقي وأوجي كفرة ضامنة وان كلابا وبري وان ددن وقد فعل خدا كريه جي فعل يعني خدا جزاء كريه دبيشه تفدراني كدا جزاه الله جزاء الكلاب يعني كمعنى وكيكو محقق ببا وكيكو بيا بنزل فياجي وإن امرأ ضنت يداه على امرئ محققي أجر شخصكي جمريتي بك هدو دستي ولسال شخصكي بيني لي يدين من غيره بداينا دستكي غير خو أجر جمريتي بك إن امرأ لبخيل ايكو دستوي لسر يكي بداينا دست جمريتي بك محقق او جمرية بخيلة جرمر نك دبيكي ويدل عليه دلالتك معنى ماضية بيه قراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقد تبا ما قلت تبت يدا أبي لهب وتب قلت وقد تب يعني بقد داخل السرفيل ماضي آنية شبونا تحقيقي فكي إجا أبي تشكر يا كرابية كفر راشتة كفر كداك پیغمبر عليه الصلاة والسلام شي شكرية وروي أنه أبو لهب لما نزل وأنزل عشيرتك الأقربين آية كريمة خالق عالمي دستور شعراء
وأنذر عشيرتك الأقربين مرفي خوي الناس عذاب خدا بترسين. رقي الصفا رقى الصفا رسول خدا عليه الصلاة والسلام شو سر جري الصفا سر جاي الصفا وقال پیغمبر يا صباحاو يا صباحكو دشمن هجومي مروا دكه كو مرو غافلوها مرجمرتونه الدنكي وساغازي كر فاستجمع عليه الناس من كل أوبين. جمع بون ببال پیغمبر و انسان جهر طرفی ملت توبوگ و هر حال ده محقق دمکی وکی هوار کی کاتشتکی هیه و پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دبی واس یا صباحاهو حال بو کی چوندنا انسان کو به ایمان نینه و به امریا خدا بکه هر جهنم جوه مصیبت و بلای مصر نوکی شر إسرائيل بفلسطين راية كتوبلو قتل عام أبيا شمكي أبديا جهنم. فقال يا بني عبد المطلب رسول خدا أيزار يا عبد المطلب يا بني فهر إن أخبرتكم أن بصفح هذا الجبل خيلا أجوار خبر بدم كنت بني فيتشياي هانيكا هنكي إنسان كل هسب خسوارن أو هجومي ما بكن أكنتم مصدقية ون تصديق منك الراس بجم جوارا ون قبولكن قالوا نعم والله ما قبولك. قال رسول خدا عليه الصلاة والسلام جدش من ضهاب مستر تالي كتر جوانا قوكي فإني نذير لكم وأز جوارا وجعذاب خدا تترسينم بين يدي الساعة دنا بين دست ساعة دا يعني تبشيا قيامته دا. سيدة بين يدي فقال معنى أمامه اجتها معنى إلا دست نينا أمامه بشيا قيامته ذات بشتي معنى. فقال أبو لهب قل تابا لك هلاك اشترابا قال هذا دعوتنا يعني جبونا كتب بيجي النذير بين يدي الساعة جبو في تقاضي مكر. فنزلت آيات كريمة أويش پیغمبر قلت تبا لك خدا جي قلت تبت يدا أبي لهب وتبا قوكي ايكو تشيه لاكي أبو لهب وبيلك أبو لهب رسول خدا حضرت محمد عليه الصلاة والسلام نينا. فنزلت سورة نازل بو. فإن قلت سؤالك تبيجي لما كناه ناوي نقوتيا ناوي عبد العزى نقوتيا كنياوي أبو لهب قوتيا والكنية تكريمة كنيا يجبون تعظيم وإكرام راية. قلت دنقوتنا كن هيدا دنقوتنا ناوي داكو كنيا تعبير دايا بناوي نقوتيا في ثلاثة أوجه تدا سي وجه هنا أحدها يجمع وجه سي وجه أن يكون مشتهرا بالكنية دون الاسم أبي ملكي مشهور بكنية خويا نبنا خويا يعني بأبو لهبتي مشهورة بعبد العزاتين مشهورة. فقد يكون الرجل معروفا بأحد ما يا بكنية يجي باسمه ولذلك جبك مشهور بيكية تجري الكنية على الاسم أو الاسم على الكنية جاري دبا اسم نسر كنية يعني أولي اسم ذكرت کی کنیت تاب کتابه یا اسم ذکرت کی کنیت کتابه دیجات کتابه جی عطف بیانی کی جا ذکر بکی اید نگاه قلتا پی ذکر کر دفعت بیان شبش ای اول با. فلما أريد تشهيره بدعوة السوء وقتا قاطع إرادة كني مشهور بناوي بالدعوة نباشية وأن تبقى سمة له وأف دعوته هناك ببا علامتك جرا بنشانك جرا ذكر الأشهر من علميه زنافي ويجي كنياوي أن مشهور كنياوية أو تذكر كني يؤيد ذلك تقوية التشهيراوي
دعوتا سو اف دعوتا سو جرب با علامتكي وبنابي ان مشهور هاتي ذكركين تقوية فيتك قراءة من قرأ تبت يدا أبي لهب نقول أبو لهب يعني جبكو اف لفظ أبي يعرابه ويا الضمه ده يجبوك دقيش نبا ولو كشخا مضاف داخل سربية بإعرابه أبو لهب بإعرابه محكيك بيخوندني آيات داخل سربية جي ديسا أبو يعرابوي دقيش نبيه كما قيل جبونا تشيري كما قيل علي بن أبو طالب أبي طالب نقوتنا ومعاوية بن أبو سفيان أبي سفيان نقوتنا كما لئلا يغير منه شيء جبو تشتكي جي دقش نبا كدقش ببا فيشكل على السامع أو السر السامع مشكل ببا جبوكم مشكلاتي كي نبا تبت يدا أبو لهب أبو بضمي خندنا دبي ولي فلي تبني قاسمين أمير مكة فليتت نابي ملكة كي بيه كوري خالي قاسم يا ملوك مكة بيه جرى ابناني أحدهما يكشي عبد الله بالجر والآخر عبد الله يعني تشي عربي داخلي سري بكرنا مبتلاكي بخندا بخبركي بخندانا بفعليتي بخندا بمفعولتي بخندا يكي قالت بقوتا عبد الله دي نكاش قالت بقوتا عبد الله تبيكي كان بمكة رجل يقال له عبد الله بجر الدال لا يعرف إلا هكذا إلا كان بجر الدال نبيا كثير وينازل كده birinci قضية ikinci çima بكنية سيدا يعني إعرابا محكية لسال إعرابا محكية من أوصى سيدي إعرابا محكية وثالث يعني أكيد نكا فعل وحرف جارة وتشتكي دنكا تدا عملناك يعني سال إعرابا أخوي شواتي داني لسال يدمين وثاني أنه كان اسمه نافي أبو لهب عبد العزى بيه فعدل عنه يجي عبد العزاتي إلى كنيته شمكي تعبير عبد العزى بالتعبير بوتاي يعني عبدك بوتا خالق جي عبد بوتا نابي وثالث سيد سبب كنية تعبير دايا أنه لما كان من أهل النار أبو لهب أهل آقرة ومآله إلى نار ذات لهب وداوية مرجعه ببال آقر كي خدي بيتيه اندي وافقت حاله كنيته أو حالي ويكو آقر ذات لهب كنياوي كو أبو لهب tam uygun ev. Narın zat-ı leheb o Ebu Leheb. Leheb tam uygun ev diye. İndi fekâne cediren indi bu layıkık ve en yüzkere biya künye bezikirni. Ve yuqala en yüzkere ve yuqala Ebu Leheb. Begotni. Kama yuqalu سيدا النقطة الوهية أو أيضا ويقال أبو لهب كما يقال أبو الشر للشرير بأن يذكر بها يقال أبو لهب كما يقال أبو الشرير للشرير وأبو الخير للخير يجب إنسان باش وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المهلب كنيا بكريا أبا صفرات يعني جمل لهبتي أن ينافي بكريا چمكي تعبيرا لهبتي يعني بيتي آگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نخوش بیه صحابی پیغمبر ناوی کریه ابو صفره ذاتی آگر جیزره یا نه ازولان بالصفرة وجهي ابیا هرش وجهی parlaق بیه سور سپی بیه سوری سپی بیه زر بیه سپی بیه بی yani جبونا رنگی بی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناوی ظالمی کوری سراقه بیه صبيح الأزدي بيه قد حرب مشهورة بيه مع الخوارج بله كما ديجا أبا الصفرات بصفرة في وجهه
بالسفرتا كنت وجهي دا سفرتها بيه يعني parlağıya biye spikaiye biye indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem navidaniye Ebu Sufre ve kile kunye bidalike Ebu Leheb şatiye tekniyekini be Ebu Leheb diye litelehhubi vecnetihi ve işrakihima jibuna vecneteyi jibu telehuba yani parlamış buna her du gürçki sureti o parlamış buna ve runkayavi ya navi Ebu Leheb'ye feyecüz en yülkele bizalike icab Ebu Leheb'ti bezikirkini tehakkumen bihi ve iftihari bizalike o iftihara yüzükü Ebu Leheb'ti ki yani etmirke ki parlağı hava hoşküm ya khotala jikuti Ebu Leheb yani Ebi Leheb'i bavi peti agiri yani kuteti kevi cehennemi tek agir da bir şey uti. Bahsa huçit ki. Khuda yani pet naza kiriyat goya tu khoye ruye Tişti gupe khumazin kiriya khuda jibuit tişti wir pet eve khukiriya alayye khukiriya tenazak pek. Ve kuriya Ebi Leheb'in biskûniyat yakındı. وهو أبي لهب بخيني من تغيير الأعلام تعلم دقشكيل كقولهم شمسو رتبي شمسو بن مالك شمسو بالضم الشين تدوس خلقه ما أغنى عنه ماله وما كسب أبو لهب استفهام في معنى الإنكار يعني كمالي وزنگی کر جا عذاب خوده نه لباب بکه و عذاب خوده مالی تشتکی وسا پیکر نه ومحل النصب محل ما أغنى عنه ماله نصبيه محل ما أغنى عنه ماله أو نفي يا ما نافية يعني ما أغنى عنه ماله ماله وكسبه وزنگی نكريه وخلاص نكريه وما كسب efendim يعني ومحله محل ماء النصب ومحل النصب أو نفي ما نافية منصوب بأغناية شدا دبيك تبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه ماله ما أغنى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى يعني أغنى أي أغناء ما أغنى ما أغنى أي إغناء ويا نصبها يعني كو مفعول أغنائية كو ما وقتها كتشبه وقتها كو ما مصدرية ما شيء استفهامية أو نفي ما نافية وما كسب مرفوع وما موصولة أو مصدرية ما كسب مرفوعة ما موصولة يا مصدرية بمعنى وما كسب يعني ما أغنى مكسوبه أو تشيك كسباوية كداية هفدو أو يجي بزنجين نكرية أو وكسبه وما كسب إذا ما مصدرية الحاصل معنى آية أف لم ينفعه ما أغنى عنه ماله منفعة أبو لهب مدى مالي وما كسب كسب كريا بماله يعني أو ما كسب بماله يعني رأس المال أو مالي كارت سري أو كاروي مالي جي بي زنجين نكريا والأرباح بخوين نقوش يا سيدان يعني رأس المال والأرباح أو الأرباح عطوك سر رأسي أو ماشيته وما كسب وتكسب كريا من نسل نسل ماشية قول كيوان برخ كيوان ومنافعيا وشيريوان وهريوان وماسيوان ورونيوان وكان
أبو لهب ذا سبياء خديه يعني نتاج دمواشية يعني حيواني هبو ذا صابياء ذا صابياء ابن حيواني يهبون يعني أو حيواني وي دائما دزا قولكا بركا تلك دواتاني وبوانا نكا مالي خو زيدت كير أو كان ماله الذي يا أو مالي ويكو وريشه من أبيه جباب خو ميراث صندوق والذي كتبه بنفسه ومالي كوي بخرا شخرا دابو هبدو أو ماله الطالدة والطارفة مالي ويكم والطارفة اتزاه يعني تو مالك كم نتزاه جي منفعته ويندا يعني تقازي شايكو في تقسيمتك يعني مال رأس المال ماله والأرباح وما كسب نوى ماشيته يعني ما غنى عنه ماله يعني ماشيته وما كسب من نسل منفعة أو خد بروي أو خد بروي وسم في يمكن نظام راس طالنا ماله أو ماله الذي ورث من أبيه يعني ما غنى عنه ماله يعني ماله الذي ورث من أو يبري والذي كسبه بنفسه أو ما كسبه وماله يجي ما غنى عنه ماله يعني ماله الثالث وما كسب يعني كسب كليا جي تزه يعني او يعني تقسيمه وش بيقدر تقسيمه قصده من يعني وش في مثلا ماله ابي كمن وما كسبه ابي نوكل ليس ذكري يعني وعن ابن عباس رضي الله عنه ما كسب ولده يعني ما كسب ولده كسبه اثنين كسب ولده اوجي منفعتنا ذلك وحكي أن بني أبي لهب يحتكموا إليه احتكام كرم ببالي ابن عباس سيدا أفندم وعن ابن عباس ما كسب ولده كتبه وما كسب يعني ما كسب ولده إنك أو يعني ما أغنى عنه ماله يويكري نسيدا وما كسب يا ما كسب ولده كسب ولده يجي خلصنا يان هول نازبني وعن ابن عباس ما كسب أو ما كسبت شيا ولده ويا الثلاث قريب ما كسب ولده يعني وما كسب ولده خلصنا كريه ويا كسب ولده كسب ولده خلصنا كريه نازبني من ناوغو معناه كسب نفسه ولده جديري ما كسب ولده أدخلتم كأدبجم كي يعني ما كسب ولده يأخذ ما كسب شو كسب ولده بجي يعني كسب ولدنا ولده خلاص نكري أدخلتم صبش ما جيش إن ولده من كسبه دبيا تمام سيدا يعني أجد بين كي نك وي ولدي خلاص كي كسبه ويا ونك جي تشتك ولدي كريه جي خلاص فيها يعني كسبه ولدي جي خلاص نك وحكي أن أبي لهب ابن بني أبي لهب احتكموا إليه بال ابن عباس فيقتتلوا لها في قصة فقام يحجز بينهم ابن عباس ربك نابين أوان ببا إنجاز وشبقتنا فدفعوا بعضهم إيك ابن عباس تعمد سيدا عفوا احتكموا إليه بال أبو لهب أنا غلط فهمك ناس الأباء ابن عباس طبعا أنا بيجي قال أخرجوا عني ابن عباس متذكر من وانت بامل لا تخلط كمان ما ويجا ويجي بمتعم دتش بام دري ابن عباس أنا بني أبي لهب يعني الزاروك أبو لهب احتكموا إليه بال أبو لهب المصبيج سيدك تتخوزي كولوا معنا والله تشكي أبو لهب شو نبا أبو لهب لو أنا أجويد بيش أبو لهب نقش كده بلي وصايا زاني أبو لهب شو نبا أبو لهب شكي دوامه ويدا ولا بني كدوامه ويد قبل سيدا بوين أبا سيدا كلام كبني سيدا أبيا قلتنا أو كوننا قلتنا أبو لهب لنا قلتنا ابن عباس سيدا وإلى ابن ريوانا وبيشه وحكي أن
بني أبي لهب يحتكموا إليه ظل ابن عباس فيقتتلوا الهف خصن فقام ابن عباس لابو يحجز بينهم هذا بس سيدا فدفعوا بعضهم هنك ابن عباس تعمد فوقع كتعرده فغضب فقال أخرجوا عني الكسب الخبيث هذا ما أشكر يقول نابج إذا أمجد بيجن سيدا أمد بيجن أشكر خورا قوتيا شكو نابي كوري أم بيجن أفدليل كو ولد معنا كسبة أجد بيك ابن عباس يدبي أخرجوا عني الكسب الخبيثة يعني كوري بام درخ كسب الخبيثة يعني كسبة منها أبو لهب دبي أزولام أمن كي أبو لهب سيدا أنا بكوري ويها والله سنة الله يفهمكم دبنكي يعني كأبو والله شباب ابن عباس بيكو يعني ولد مرف كسبة مرفة وحال ده أوانا الهب دخن متعمد ويش بام درخي يعني مرس كوري خورا كسب الخبيث ما بيجي يعني زانيت شو معناها سيدا شكو وحكية أبت نقطة جدية وعن ابن عباس ما كسب ولده خلاص أو خلاص جوا حكية يا تقدية سيدا بلين أو تشيدنا وحكية بشيدنا كذا ولا أدويج الدم مالي ابن عباس يعني الدم ابن عباس نك أو شكور ثاني خورا كسب الخبيث أخرجوا عني نابجه تمام سيدا فهمنا كده بلى ومنه قوله عليه الصلاة إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه كسب دسخه وإن ولده من كسبه كل يجي كسبه بلى وعن الضحاك ما ينفع ماله وعمله الخبيث وما كسب قلت ولدنا عمله خبيثة يعني كيده حلاوية في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن قتادة رواية عمله الذي ظن أنه منه على شيء أو عمله ويكو بالتخمينك يبوي عمله أو يلسر تشتكي يعني وكي أو جدرانك يا مزنك يا وخدي وينادى عذاب فلان أو عمله وجه عملك خيرية يعني جوا تخمين دك عملك باشا أنا الجوري كقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا خلق على مدبكي إلى ما عملوا من عمل ما قسكر بالوي ماي اوان عمل كربوش عملها يعني كل قوري وان دبينكو عمل ما باش بيه إجا خالق بفجعلناه هباء منثورا مقران يعني وكي وان تشوبي كل بر باي دارن وياخد اوان تشتكو طاب جامدة بابي هندر وجسمي هوري خوني دكرا اما قران بي وكي وي بوش يعني تشكيتي تلنا يعني عفوا ازونا تبي رامن في آيات ما وقت يخون ما قو وقدمناهم او مفعول ولا محذوفه وقدمناهم الى ما عملوا من عمل ما وان تقديم كما قو بويرن كلام عملي وقدمناهم سيدا اي قصدناهم هذا جماعه قصدناهم ما شك نصب معنا بيت شود يعني مجوارا قول قيامتي كلام عملي خو مفينا وقدمناهم الى ما عملوا ما تقديمه وان عملي واقع اعمل فيش يعني عملون ما وما كره هباء منصورا وكا قصدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ما عملوا من عمل هباء منثورا سيدا تمام درخه وروي أنه كان يقول إن كان ما يقول أبو لهب دقوكي إن كان ما يقول ابن أخي حقا تشيكو محمد كوريب بن مدبجاك حقبة فأنا أفتدي منه بن فدا جرى نفس أخذكم فدائي نفس أخذ مالي وولدي ومالي أخو ولدي أخذ تدكم قربانا ويكو حقبة منه محمد ها معناه وصفاش تبع فأنا أفتدي منه نفسي يعني بمالي وبدني أو دبي مثل أو تشتك أو دبي حقبة يعني أجرك ويا عذاب الآباء أفتدي منه حقبة أجوابكم فقط تشكي صدنا كذا يعني منه نجم محمد منه ما كان يقوله محمد نكو أزي خبكم قربانا محمد وما أجر تشتي قلت خمبر بيجي حقبي
از رجا قیامت مال خو زارو که خو خوجه خلاص بكم دي سأل پیش ما يجيش عذاب الله اعلم ما يجي عذابي يعني هذا نفسه هو مالي قلت لك ما في دواء خلاص كان افتدي منه نفسي بمالي وولدي وشيكي وولدي هذا مالك ولدي قلت لك ما في داء نفسه هذا خوش محمد خلاص بله سيصلى نارا جو محمد نار جو عذابي عيني ليس عيني سيصلى نارا الداخل لي آقر كيف أبو لهب بفتح الياء وبضمها سيصلى مخففا سيصلى ومشددا سيصلى والسين للوعيد جبوت وعيد را يعني كوي محققتي كذلك أي هو كتناوي كائن أو حاصل ببا لا محالة بشبه وإن تراخى وقته وشقى وقته يجيش كمجي ببا سيصلى نارا ذات لهب وامرأته وبيركاوي جابتك هي بيركاوي أم جميل بنت حربين أم جميلة قيلة ناب باب حربية أخت أبي سفيان خشك أبو سفيان بها وكانت أبي جنكي تحمل دنگ أو خير أخوي دنجي ببرنا كانت جنكي تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعداني حمل دكير تشتي جدريكا والحسكي حسك أوان دبديشي مبديشي يعني أوان تشتيكو ما مبدأ خوان خبر والحسكي وأوان نباتاتي كدريتي دهنا أوان داري كبدرينه والسعداني حسك أساس تشكي بالدرية نباتات كي بالدرية سريوي درية وكا بيسيري حيوان تشكي سنة والسعداني السعدان أوجي إيه بدرينه فتنسلها درجان بالليل بشبه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق يا پیغمبر ده وقيل قلت كانت تمشي بالنميمة بفسادية وقيل قلت للمشاي بالنمائم يكد مشن بفسادية جمالة قلت قيل للمشاي المفسد بين الناس يكد مفسد بين إنسان ده يعني شيء أن يقعد بينهم بيدخل نابين وانضا النائلة آجر ويوريس الشر والشر أفندم ويقال للمشاء بالنميم المفسد بين الناس يحمل الحطب بينهم أول بدل يحمل الحطب بينهم يحمل الحطب بينهم بينهم يا سيدي تمام يعني تودمكي حملة إيزنجات كنابينا هذا معناه حملة إيزنجات ك يقعد بينهم النائلة نابينهم داقر بيت ويوريس الشر أفندم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي وعمدنا إلى أعمالهم التي لم تقم على مبدأ الإيمان والإخلاص والموافقة للشرع فصيرناها هباء منثورا كالغبار وكسيدا سيصلى هو أبو جهل وأمراته هنا قال الشاعر قلت من البيض لم تصطاد على ظهر لأمة ولم تمشي بين الحي بالحطب الرطب قلت لك من البيض يعني باشي لم تصطاد على ظهر لأمة ناطية قصكرني لسر بشتا اللومي ناطية قصكرني باشي ولم تمشي بين الحي أبيجن كان نمشي أدنا بين ملتي دا بالحطب الرطب بإزنجتر يعني كو إزنجتر دومان برتدجي دكشا أغريوي دكشكا أبيجن كي نبين إنسان هذا فسادي نكري جعله رطبا بالحطب الرطب قلت ليدل على التدخين الذي يجب هذا الدمانك هو زيادة في شر دمان غذاء أو شر جدية
شخا دار جي طربن دوية وانزيدة يا زولا دوية وانزيدة ورفعت وامرأته مرفوعة خندني على الضمير في أصلا ضمير يصلا دا أي سيصلى هو أبو لهب وامرأته أم بلكاوية أم جميل وفي جيدها في موضع الحال جي حالي ديا أو على الابتداء يأخذ حمل من مسد مبتدايا وفي جيدها الخبر في جهاد وخبر وقرئ حمالة الحطب بالنصب على الشتم خبر أزمو يعني مخصوصة بزمية أزمو أول وأنا أبو زمخشريد بأزهم يا أستحب هذه القراءة ولا أجل قراءة حزتكم وقد توسل إلى رسول الله بجميل توسل أبو بال پیغمبر بقنجيتي كو پیغمبر قنجيتي بوان بك وكي شفاعته إجا توسل كليا كي من أحب الشتم أمي جميل وإك بخوض الشتم أمي جميل تبغينا حمالة بخوينا وكي توسل أبو بال پیغمبر دبردا بلاغت عجب كليا وقد توسل إلى رسول الله بجميلين من أحب الشتم أم جميل بعد جميل بعد خطك أبيا بلي يعني دلي إيكو في قراءتي بخوينا وكي توسل كبال پیغمبر بتشتاقي كنجبة قنجيكي يعني خدي پیغمبر قنجيكي بيبكي قنجيا مازن شفاعت أو يعني وكاكو وسيلة كلبا پیغمبر شيء دكش خوراكو پیغمبر شفاعتي ويبقى يعني وتشتاوك يعني توركيلكي يعني كو بيجي قراءتي كي بخوينا بالنسبة بخوينا دبي أجي يكي كو بالنسبة بخوينا كو بلكي پیغمبر شفاعتي ويبقى بله تقويتكم دبي توسل وقرئ وحمالة للحطب جات يخنني وحمالة للحطب جات يخنني بالتنوين والرفع والنصب وقرئ ومريته بالتصغير جات يخنني إذا حبل من مسد المسد الذي أو بنكي كفتلا اللي هبدو هاتيه فتلاندني من الحبال جبنا فتلا شديدا بفتلكي مزن بر زيدا هبدو لفان نجبك بربا قوتلي أو يجي من ليثين كان تجليث دبا أو جلدين أو غيري ما عندي جسد بر هبدو لفين نجبك قوتلي ببا قال الشعر قلت ومسد أمر من أيانق صهب إتاق ذات مخ راق ومسد بنككي أمر كهاتي الهفدو لفاندني من أيانق جدفني كو صهب أوان دفني عنكاكو صهب ستورسبي يعني ستورسبي سيدا بيجي صهب سبينا سيدا ستورسبي بيجي الذي يخالف سبينا عتاق تزنى جنجن ذات مخين خديه يعني عسيب وانا ميجي هي وراقين اوان دفني عنكا شنو راقن يعني قوتلينا يعني بنيوان بيشكرني الوتكي او بنجي قوتليه طامن ورجل مسدود الخلق معنى شيء مشدوله يعني مشدول الخلق يعني كو اخلاقي باش خوش يعني والمعنى معناه يتد بأف في جيدها دستي كنت شرمي ويصاغلمه يعني دمكي
چرمی باش و اخلاقی ویجی باشه کوکا ویجی باشه تشتی باش وفي رواية والمعنى سيدنا والمعنى في جيدها حبل مما مسد وما يقتل هذا بيشاندن من الحبال بنا وأنها أبيجنك تحمل تلك حزمة هل دقت ويبشتي من الشوك جدريا وتربيطها في جيدها بالسيق وهذا على مشتكت زلقا كما يفعل الحطابون وكيف إذا وصادكين بشتادك شينين تخصيصا لحالها خالق عالمه حالوي خسيس لها يعني بيس لها وتحقيرا لها وتصويرا لها وصورة جرى بصورة بعض الحطابات من المواني صورة هنكي أوانك إذنجيها حقرت اوان و فلان اوان بویا وکریه خالق عالمی يعني كنا مهنش خورا يعني مسلك اوان اذن شاندن ها اذن شاندن يا اذن شاندن کو باب پی ریا پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوكي اجا دواك بوتيجي لتمتعظ جبوك جنك هيرساوي بمثالك ويمتعظ بعضها وظلام ويجي بهرش وما أواناجي في بيت العز والشرف دمال عزيزي والشرف دبونا وفي منصب الثروة والجدة ومنصب زنجيني دا ومنصب جدية دابونا هركس وان بايغي مرفن مظن ناس كبيرة بيا يدبي وقت عير بعض الناس الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب هنگا وي عيدار كريه وتيات كو تكوري حمالة الحطبي أو كو إزنگا أبي تسريا پیغمبر كوريوي يعني وچشت تشبه إجا أويجي جواب دايا ماذا أردت إلى شتمي ومنقصتي شما تا إرادة كريه ببال خبري منو كيما صيامت مكيم دكي أما تغير من حمالة الحطب يعني جوي عيب دار كرنا كنت من عيب دار دكي وكي كوش حمالة الحطب كو يعني كو أجنس طاويمة زورية طاويمة غراو أو جنكي كي سبيبية صادقة يعني فرابية في المجد جامرية دا غرتها أنياوي سبيكاية أنياوي جامرية دا فرابية مظنبية كانت سلسلة شيخ وجزورية شيخ كناقب أو شيخ يعني كاكو خدي افتخاره وناقب الحسبي افتخار حسبويتك نسبويتك يعني دخادك بيجا خيجة عبد المطلب حال بكي نفسه نا أزولام ليه؟ أبي خشكا أبو سفيان خشكا أبي دخادك الناقد الحسبي دخادك بكينا عبد المطلب نفسه يعني. عبد المطلب حال بكي نفسه نفسه لو ما وصلت بيجا في ميركي ماله والمراد بالشيخ عبد المطلب وليس به ويحتمل أن يكون المعنى معنى آية الكريمة أن حال فيجنك تكون في نار جهنم من نار جهنم حال فيج أجري جهنم على الصورة التي سوي حال ويكو كانت عليها سوي صورة كل سريبية حين كانت تحمل حمل ذكر حزمة الشوكي باري زنجا جهنمي تجي فلا تزال على ظهر يرسل بشتويبة حزمة بشتيكي من حطب النار إذنج جهنمي أو إذنج جهنمي من شجرة الزقوم أو من الضريع الضريع لا يسمن ولا يغني أو يجي كيم زوقة شيء من أبا جهنمي وفي جيدي هذا السيوي حبل بنك مما مسد جمعي كواتي فتل كرني من سلاسل النار زنجير آجر كما يعذب كواف باري داستا بشتاوي بي آجر ناگري و داراجي سلا او آجر او دار بخوشش آجر وانا گرك شكلي بنوسايا يعني سيدك كرم
كما يعذب كل مجرم هر جنكار بما يجانس حاله وما يكون جانس حال جنس حاله في جرمه جناه ودا هر كز غوري جناه خوبه بياوت جزا كرنه. من قرأ سورة التبات رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة، يعني إن شاء الله إيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام بينها وأميد شفاعته جيبك وتابع محمد وقرآن ببا ظلمين نكا وبختيان نكا الخلق تعديين نكا إن شاء الله خدي يعفوك